مسؤولون أمريكيون سابقون هجوما حادا على الرئيس دونالد ترامب على خلفية تهديده للدول التي صوتت ضد قراره بشأن القدس في الأمم المتحدة. وقال الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA جون برينان إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمن يعارض قراره حول القدس في الأمم المتحدة يعتبر أمرا أكثر من شائن. وقال لبرينان في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: تهديد إدارة ترامب بالانتقام من الدول التي تمارس حق السيادة في الأمم المتحدة بمعارضة الموقف الأمريكي من القدس أكثر من شائن، وتظهر أن دونالد ترامب يتوقع ولاءً وخنوعاً من الجميع، مواصفات توجد في العادة في النرجسيين والمستبدين الانتقاميين. ونقلت CNN الأمريكية عن النائب السابق لوزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز قوله إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل أدى إلى عزل الولايات المتحدة الأمريكية عن العالم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.